تونس 2011. الانتخابات علاش وكيفاش؟ طريقة انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس منتخب من طرف كل المواطنين والمواطنات التوانسة. كيفاش نضبطوا عدد المقاعد متاع هالمجلس؟ يلزم نعرفوا اللي في تونس عندنا 24 ولاية ممثلة ب 27 دايرة انتخابية، على خاطر كل ولاية تنجم تكون دايرة واحدة وإلا زوز. وبالنسبة للمواطنين بالخارج عندهم 6 دوائر يمثلوهم، كيما فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وغيرهم. وهكا يولي عدد الدوائر الانتخابية الكل في الكل 33. وتوا لازمنا نعرفوا اللي كل 60,000 ساكن في أي دائرة انتخابية يقع تمثيلهم مقعد واحد في المجلس، ولذا باش نعرفوا كل دائرة قديش عندها من مقعد نقسموا عدد السكان متاعها على 60,000. وإذا كان باقي القسمة هذه 30,000 ولا أكثر، المرسوم يعطيها مقعد إضافي. مثال، الدائرة اللي فيها 520,000 ساكن بعملية القسمة تاخذ 8 مقاعد، لكن بما أنه الباقي متاعها 40,000، المرسوم يعطيها الحق في مقعد إضافي وتولي ممثلة ب9 مقاعد. ولهذا يلزم يكون عدد المترشحين في كل قائمة بالضبط قد عدد المقاعد المخصصة للدائرة. مثلا إذا كان دائرة توزر باش يقع تمثيلها ب4 مقاعد، يلزم كل قائمة حزبية وإلا مستقلة يكون فيها 4 مترشحين. وباش يكون التمثيل أكثر عدالة ونقصوا من الفوارق بين الجهات، المرسوم عمل استثناء للدوائر الانتخابية اللي عدد سكانها قليل، والدائرة اللي فيها أقل من 270,000 ساكن المرسوم يعطيها الحق في 2 مقاعد إضافية. مثلا تطاوين فيها 146,000 ساكن، إذا كان نطبقوا القاعدة متاع مقعد لكل 60,000 ساكن، تطاوين ما يقع تمثيلها كان ب2 مقاعد، لكن بما أنه عدد سكانها أقل من 270,000 ساكن، المرسوم يعطيها 2 مقاعد أخرين وتولي ممثلة ب4 مقاعد. والمرسوم قال زادة اللي الدوائر اللي عدد سكانها ما بين 270,000 و 500,000 ساكن يقع تمثيلها بمقعد زايد. مثلا قصرين فيها 432,000 ساكن، يعني بالحساب باش يقع تمثيلها ب7 مقاعد. ومادام عدد سكانها بين 270 و 500,000 ساكن، المرسوم يعطيها الحق في مقعد زايد وتولي ممثلة ب8 مقاعد. ومن جهة أخرى، وقت اللي يبدأ عنا ولاية كبيرة وعدد السكان فيها برشا، نقسموها ل2 دوائر انتخابية باش ما يكونش الفرق كبير بينها وبين الولايات الأخرى في عدد المقاعد. مثلا ولاية تونس